يوم النتيجة دخلت البيت لقيت جدي قاعد ومطلع شهاداته القديمة وبصلي وقال لي: إحنا عيلة ما فيهاش فاشل، لو نقصت درجة واحدة وملكش مكان وسطنا. الموقع حمل ولقيت مكتوب قدام اسمي محجوب لعدم سداد المصروفات. اتجننت وقلت لأبويا: أنا دافع المصاريف في أول السنة، عيب تشوف اسم سيدنا محمد قدامك وما تعملش إعجاب ولا حتى تصلي عليه في التعليقات. خدت أبويا ورحنا المدرسة، والمدير بصلي باستغراب وقال لي: مفيش حد عندنا بالاسم ده في الكشوفات. النهارده وقلبي سقط في رجليا، وابويا بدأ يقلع الحزام وسط الحوش، وانا بسوت وبقول: والله كنت بحضر وبمتحن. فجأة وكيل المدرسة طلع من المكتب وهو بيضحك وقال لي: يا ابني انت جاي المدرسة ليه النهارده؟ النتيجة بتاعتك لسه ما ظهرتش اصلا، وابوك هو اللي طلب مني اعمل فيك الفيلم ده عشان كنت بتغيب من الدروس. واول ما رجعنا البيت لقيت الوزير بيكلمني وبيقول لي: مبروك انت الاول على الجمهورية. بس الصدمة إن أبويا طلع هو اللي دافع للوكيل والوزير طلع جارنا، وكان بيمثل معاهم عشان يربى فيا الرعب واطلع الأول بجد. وعرفت إن العيلة دي كلها بتمثل أحسن من بتوع السينما.